كل حال. اعتقد كنا اقل تقدير نستحق اننا نطلع بالثلاث نقاط. الشوط الثاني ضيعنا فرص كثيره. من الشوط الاول كنا مسيطرين على المباراه، هدف كره ثابته جاهم صعب علينا شوي المباراه. رجعنا في الشوط الثاني اعتقد المباراه اخذت منحنى ثاني. الحكم يعني اعطاه 5 دقائق اعتقد جدا قليله. يمكن اكثر من 6 7 لاعبين من فريق نجران يطيحون كثير. اللي يجيبون الكور خارج الملعب يعني ما ادري شكلهم موصيين. يعني دخلنا في مجرى ثاني في الشوط الثاني بصراحه. كان في ضغط عليكم في الملعب كلاعبين؟ لا والله ما هو ضغط، يعني بالعكس كنا حريصين ان احنا نكسب المباراه. دائما نحاول نسرع الرتم في الشوط الثاني. يطيح لاعب يتاخر، اللي يجيب الكور خارج الملعب تقعد 5 دقائق. الحكم كان جدا قليله فيه. تسير مع السؤال الاخير، ايش كان مطلوب في الشوط الثاني منكم كلاعبين في ارضيه الملعب؟ تلعبوا كره تحت وتمشي باكثر يعني باقل لمسات؟ والله اعتقد يعني لعبنا في الشوط الثاني جات فرص كثيره، كورتين اعتقد في العارضه او 3. جات فرص كثير يعني وصلنا المرمى نجران لكن ما توفقنا. اعتقد كان الحظ ينقصنا. خساره مثل هذه المباريات تاثر على المسيره تجاه الدوري؟ طبعا اكيد الفريق يعني اذا انت تبي تحصد دوري، اعتقد مباريات زي هذا تفرط فيها تكون يعني فيما بعد تدفع ثمنها يعني في المباريات الجايه.